الاقي مجله النادي الاهلي كاتبه الهروب الكبير ومتعوده دايما. ايوه بس حصل الاعتذار برضه لا، الاعتذار كان من رئيس التحرير. اه والنادي الاهلي كبير على الاعتذار؟ والنادي الاهلي كبير ان هو اعتذر لنادي الزمالك؟ غلط. ليه؟ انا مش كبير ان انا اعتذر على موقف. يعني حصل اعتذار وحصل بيان من النادي الاهلي. في اعتذار، ما كانش اعتذار مباشر. ايوه ما كانش اعتذار مباشر. أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك زعلان وبينتقد النادي الأهلي وبيقول إزاي ما قدمش اعتذار واضح لنادي الزمالك عن عنوان مجلة الأهلي الهروب الكبير، المنشيت اللي نشرته مجلة الأهلي بعد هروب وانسحاب الزمالك من مباراة الأهلي. حاجة عجيبة والله. أنت يا كابتن أحمد اللي بتقول كده؟ طيب فين اعتذار ناديك عن إشارات شيكابالا ودونجا بعد نهائي كأس مصر بالسعودية لما قعدوا يشاوروا بصوابعهم بما يفيد إن الأهلي فاز بالبطولة برشاوي الحكام؟ ما سمعناش ليك صوت يعني. فين اعتذاركم عن كلام متحدثكم الإعلامي على حسابه الخاص تجاه النادي الأهلي؟ الصحافي الجديد أحمد سالم اللي شغال نشر حاجات كتبها مع توهين ضد الأهلي وكلها ألفاظ وأوصاف غاية في الحقارة والسفالة وقلة الأدب ولا زالت موجودة. اعتذار إيه يا حاج أحمد؟ اعتذار عن إيه؟ طيب وبيانكم عن عدم اللعب في بطولة الدوري قبل تنفيذ الأربع طلبات اللي ما كانش لكم فيها أي حق واللي لاحظتوه بعد كده، البيان اللي كان كله موجه للأهلي ومفيش غيره. إنما أنتوا مش بتشوفوا أبدا الخروقات التحكيمية لنادي الأسيوطي متصدر الدوري وكأنكم شايفينه امتداد لناديكم وأصبحتم بتشجعوا كمان من غير أي كسوف. ولو أنتم بتبحثوا عن حقكم في المنافسة كنا سمعنا اعتراضاتكم على الخروقات التحكيمية للنادي الوحيد في مصر اللي لم يشكو من التحكيم في أي مباراة. فكرة حقيرة أن يخرج نادي ببيان يوهم فيه الجميع إنه مظلوم من منظومة كروية تجامل الأهلي، لأن ما جاء في بيان الزمالك عبارة عن طلبات اللي يسمعها يفهم فوراً أن ما يجري من ظلم للزمالك كان بيتم من أجل الأهلي. والحقيقة أصلاً إن الأهلي لما شعر بالظلم طلب حكام أجانب والزمالك لم يفعلها. هل التحكيم عليه سكر؟ لما حسام عبد المجيد ما انطردش في ماتش سيراميكا وعليه طين لما المصري كسب الزمالك. المؤجلات عليها سكر لما تم تأجيل مباراة الزمالك والبلدية اللي كانت بين مباراة الزمالك وفيوتشر في دور الثمانية للكونفدرالية، والمتحدث الرسمي بتاعهم طلع يشكر الرابطة وطبعا كان التأجيل مخالف للائحة. وبعدين أصبحت المؤجلات عليها طين لما المصلحة خلصت وفاز الزمالك بالكونفدرالية، وده طبعا بسبب الراحات اللي خدها الزمالك. فلما تطلع ببيانك ده اللي بيوحي للعامة إن الأهلي بيتجامل، فدي فكرة سافلة بمعنى الكلمة.